الرحيم. استاذ احمد ثروت بالراحه بحضرتك على موقع طنطا 300. اهلا بيك. طبعا حضرتك من شغالين بقى طبعا على موقع طنطا، دي تاني مره حضرتك تبقى معانا فيها. الحمد لله. الاجواء الانتخابيه السنه دي مشتعله؟ والله لغايه دلوقتي يعني مش مشتعله قوي، يعني لسه هاديه شويه. يعني السنه الدوره اللي فاتت كانت افضل. السنه اللي فاتت. الدوره اللي فاتت. حضرتك شايف الانتخابات السنه ازاي؟ والله هو طبعا المجلس القديم بيمثله سلطة غريبة، والقائمة بتاعته في جزء منها كانت المجلس القديم وجزء إضافات جديدة، وإن كان الجزء الإضافات الجديدة ديت دكتور مختار فيهم 2 كانوا أعضاء مجلس إدارة سابقين، ومعانا إضافة جديدة دكتور مختار مبروك على 100 نفس ده، درجة فكره عالية قوي وراجل ثقافته عالية جدا، واعتقد ان هو قيمة كبيرة لو تم انتخابه يعني السنة دي ان شاء الله من قبل الجمعية العمومية، هيبقى اضافة كبيرة جدا ودعم جديد لمجلس الإدارة. ازاي ترشيح حضرتك للانتخابات السنه دي؟ هي كل سنه قد تكون مختلفة، ولكن السنه دي بنكمل المسيرة. يعني انا حاسس ان انا مفضل في النادي اصلا من طفولتي، ولعبت في النادي في الناشئين، لعبت كرة قدم ايوه طبعا من زمان طبعا، ولعبت فريق اول، بس طبعا بطلت كرة بدري نظرا لاني كنت بدرس في جامعة اسكندرية، فما قدرتش اوفق ما بين الدراسة والكورة، لكن احنا متربيين، انا متربي في النادي، لان انا عندي 4 سنين انا بلعب في الممرات بتاعت النادي، دخلت انتخابات مجلس الإدارة في 92 الحمد لله، وكنت ممثل من مجلس الإدارة في دورة 92 أو 96، ودخلت انتخابات 96 2000 الحمد لله برضه وفقت، كنت عضو برضه مجلس الإدارة. دورة 2003 رشحت نفسي أمين صندوق الحمد لله وفقت برضه، ودورة 2007 2010 كنت نائب رئيس المجلس. عملنا حاجات كتير جدا 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 وحاجات كويسه، واعتقد ان انا طبعا راجل هنا بشتغل في بنك، بتوع البنوك دايما ما بيتكلموش بالعاطفه، لغه العاطفه مش وارده قوي في الشغل، لكن اللي وارد لغه الارقام. انا راجل بتاع ارقام، بشتغل على ارقام طول معايا بالشغل، اعتقد انها بالارقام بنحقق نجاحات كبيره الحمد لله. ما بيقولوش احنا عملنا وهنعمل، لا لا لا، وعملنا حاجات كويسه كتير، ما بيقولوش عملنا حاجات كويسه كتير، انا بقول عملت كذا وكذا وكذا وكذا. مجلس الاداره اعتبرها من 2003 طبعا عندنا كان مجلس الاداره بقياده المستشار احمد الجن رئيس القضاء، راجل طبعا فوق الوصف يعني. 2003 غير خريطه النادي، عمل شكل جديد للنادي طبعا، عمل مساحات وقعد يعني بنصر الاعضاء يعني مساحات كبيره، حد الحدائق، عمل حاجات كويسه جدا. احنا جينا قد يكون حط الهيكل للنادي. احنا جينا كملنا الشغل بتاعه وعملنا برضه حاجات كويسه. عملنا استاد كرة قدم من بعد ما كان ملعب كوره كده ترابه كده. هل هيتم لف الاجزاء اللي ناحيه الكورنر؟ ايه؟ هيتم لف الاجزاء اللي ناحيه الكورنر من هنا ومن هنا؟ ان شاء الله ورده يعني هيتم لف الملعب، واحنا حاطين اصلا في المقصوره لما جينا نعمل المقصوره ونوسعها عملنا اعمده للمظله. تمام. ودي كانت كلفت تكليف جامده جدا على الخطوط في الارض، يعني دلوقتي لما حاجه يعمل مظله تكلفه المظله بس، المظله المقصوره القوايم بتاعتها موجوده في تحت الارض. جبنا لها مهندس استشاري كبير جدا من اسكندريه، ما كانش حد يعرف يعملها هنا. هتتغطى طبعا، مدرجات الدرجه الثانيه هتعلى، ما انا بتكلم هتعلى بصور المقصوره. حته اللف ديت احنا عاملين ورا الجون هنا وورا الجون هنا، انا عامل ورا الجون في يمه احمد شارع احمد علي، وورا الجون يمه نادي المعلمين اللي عملنا فيها بوتيكات جديده. ايوه. طب دي المرحله امتى ان شاء الله؟ بس يعني هي ايه يعني، هي مش اولويه قوي. يعني انا عندي اولويات اكتر، ولكن هي في الخطه. لكن هي في الخطه، لكن عندي اولويات.
عملنا بوتيكات طبعا بتدخل على النادي ايراد جامد جدا. كملنا تقدر بكام؟ كمان احنا عملنا بوتيكات في دوره 92 96 اللي هي البوتيكات القديمه. ايوه. كملنا بقى بوتيكات اللي هي تحت المدرجات الجديده، تحت مدرجات شارع احمد علي وشارع النادي. طبعا الناس كلها شايفاها دلوقتي. بتدخل ميزانيه كام؟ دخل كبير جدا للنادي يعني. يقدر ما اقدرش احصرها لك يعني بالورقه والقلم الا لما ارجع للحسابات. انا ساب امين الصندوق من 3 سنين، فطبعا بعد تغيير اللوائح عملنا صاله جابونيزيوم في ملعب الكوره بتاخد الكبسه العربيه كويسه جدا، وغير الصاله الموجوده حاليا اللي موجوده عندي مؤجره. ايوه. وهقول لك دلوقتي بعد شويه كده هقول لك احنا هنعمل ايه فيها. عملنا تراك وضمنا التراك كويس جدا، لان مجموعه كبيره جدا من اعضاء النادي ستات ورجاله وبنات وصبيان وعواجيز بيمشوا. جميع الفئات. رياضه المشي دي رياضه جامده جدا طبعا، من احسن الرياضات يعني. المبنى الاجتماعي اللي هيتم افتتاحه يوم الخميس الجاي. انا جاي لك اهو، انا مستعجل ليه؟ تمام. انا حضرتك مستعجل. خلصنا بقى البوتيكات والتراك والمدرجات بتاعت ملعب الكوره، وعملنا ملعب كوره جديد لان ما كانش ده مكانه. ايوه. ده احنا رجعناه ورا عشان ناخد حته عشان حمام السباحه الاولمبي. ده كان السبب ان احنا عملنا طبعا حمام السباحه الاولمبي الدنيا كلها بتتكلم عليه. بدعم طبعا من المجلس القومي للرياضه. ده كان من خلال بروتوكول طبعا. وبعدين عملنا حمامات صراحه ضربت الناس متملة في النادي. عملنا حمامات اعتقد انها مستوى يعني متميزه يعني. عملنا مطعم في المبنى الاداري. احنا لما جينا ما كانش لسه في مطعم يعني، كان مجهز مكان مطعم لكن لسه ما كانش موجود ولا مطبخ ولا. عملنا مطعم، عملنا له اسانسير بانوراما بيخدم المطعم ده طبعا في المبنى الاداري مؤقتا لغايه ما كنا هنبني المبنى الاجتماعي. المبنى